السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد، بس النهارده بقى مش روتين. النهارده بقى اشارك معاكم كده اكلات الاسبوع اللي انا عملتها. انا شاركتها معاكم في فيديوهات، بس انا جمعتها لكم يعني كلها مع بعضها عشان تاخدوا منها افكار. يعني لو محتاره تعملي غدا ايه وكده، يبقى عندك افكار وتشوفي كمان بالطريقه كمان عاملاها عملي. ويا رب كده ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم. وحشوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديوهات. مش عارفة بقى ايه اللي بيحصل الايام ديت، بس ان شاء الله بقى استمر معاكم. آه قبل بقى ما ابدا الفيديو كده، عايزه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك، يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. كمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديده واخش ارحب بيكي. اول حاجه كده بقى نبدا بقى الفيديو. اول اكله معايا الحواوشي، انا عملتها معاكم قبل كده بالتفصيل واوريكم برضه انا عملت ايه. بجيب بصل وفلفل، بفرمه كده مع بعض في الكبه واحط عليهم اللحمه المفرومه، واحط بقى التوابل بتاعتي. بحط ايه بقى؟ بحط ملح وفلفل وتوم بودره وزنجبيل بودره، وكمان بحط بهارات سبا. يعني هي دي الاساس معايا، بهارات سبا، وممكن احط زنجبيل وممكن لا. تمام. وببدا اقلبه كده في بعضه لحد ما يخلطوا كده المكونات كلها كده مع بعضها. وبعدين بعملها كور كده على قد ايه الرغيف بتاعي. انا كنت عامله ساعتها تقريبا، كنت عامله تقريبا نص كيلو. عمل معايا الكميه ديت. وكمان بقى بجيب زيت واحط كده في الحواوشي كده من جوه. الماده الدهنيه على حسب ما انت عايزه، زيت او سمنه. وبعد كده بقى ببدأ افرد بقى ال اللحمه بتاعتي كده في الرغيف كده من جوه، وبططه كده حلو قوي عشان اسوي اللحمه، عشان يبقى كلها نفس السوا، مبقاش حته نيه وحته مستويه. وبعد كده بقى ببدأ اعمل كل العيش بتاعي بنفس الطريقه ديت لحد بقى ايه ما بخلصه. بس للاسف بعد ما خلصته وسويته، جيت اصور الفيديو اتمسح مني، فصورتكم بس صوره منه كده يعني، وشكله بعد ما بعد ما استوى يعني وكده. هي دي بقى صورته. عملت بقى جنبه طحينه، وكمان حطيت كده طبق شيبسي، وكمان حطيت جنبه مخلل. تمام. دي اول اكله. تاني اكله بقى ايه هي؟ عملت مكرونه بشاميل. بس غيرت بقى المره دي، عملتها بالفراخ. انا كل مره بعملها باللحمه، بس بصراحه لما غيرت بالفراخ لقيت طعمها مختلف تماما. يعني كده حاولي نوعي كده وغيري. يعني اعملي نفس الحاجه بس اعمليها بطريقه تانية، يعني تغيري طعم كده، وولادك برضو يحسوا ان انت بتغيري من الاكلات وكده. تمام. بص انا بعملها ازاي. بفرم بصل و وبسيبه كده يدبل كده شويه على النار، وبعد كده بحط عليه قطع الفراخ بتاعتي. كنت جايبه بانيه وقطعته كده قطع صغيره، وبعد كده حطيته على البصل، وبعد كده حطيت الفلفل، وحطيت بقى التوابل بتاعتي ملح وفلفل، وكمان بهارات سبع. تمام. وكمان سلقت كده المكرونه على عين اللي هي الاولانيه دي، زي ما انتوا شفتوا كده الفيديو. احلى حاجه في المكرونه بشاميل ان انت بتعملي كل حاجه على عين، وبتخلصيها كده كلها في نفس الوقت. هبدا بقى اعمل البشاميل. بعمله ازاي؟ بحط حوالي 4-5 معالق زيت، وكمان بحط برضو زيهم دقيق، 4 أو 5 معالق دقيق، وافضل كده احمص فيه شويه، وبعد كده انزل عليه باللبن، وكمان انزل عليه بالميه بتاعه السلق بتاعه المكرونه. تمام. واقلبه بقى كويس جدا، وبعد كده اسيبه بقى كده يغلي، واقفل عليه، واحط طبعا عليه ملح وفلفل ومكعب مرقه ورشه كمون. وبعد كده بقى ابدا بقى احط على المكرونه زي ما انتوا شفتوا كده. اخد نص البشاميل احطه على المكرونه واقلبه كده مع بعضه. انا بحب اقلب كده كله مع بعضه. مش بحب احط يعني في نص الصينيه وكده، بقلب كله كده مع بعض. تمام. بعد كده بقى حطيت البضايه وحطيت البشاميل بقى كده من فوق. كنت عامله جنبها ايه بقى؟ كنت عامله صينيه جلاش بطريقه البيتزا. كانت طعمها حلو قوي. وبرده كنت عاملاها بنفس الحشوه بتاعه المكرونه اللي هي الفراخ وكده. تمام كده. بص شكلها طلع عامل ازاي. كان شكلها حلو قوي، طعمها احلى. بس كده بقى. ودي كانت تاني أكلة معايا في الأسبوع. هبتدي بقى أقطع بقى كده الجلاش. سيبي بصي لو انت عايزة المكرونة بشاميل بتاعتك تطلع كده قطعة كده بقطعتها، سيبيها لما تبرد خالص وابتدي قطعيها، هتطلع معاكي القطعة كده سليمة وتبقى حلوة أوي، شكلها حلو أوي. تمام كده بقى. خلاص. تاني أكلة. تالت أكلة معايا هي ايه بقى؟ الفتة. طبعا أي حد فينا بيعشق حاجة اسمها فتة. كان نفسي فيها بقالي فترة، فعملتها بقى وقلت اما اغير كده.
بعملها ازاي. بشوح الاول اللحمه بتاعتي كده، بشوحها كده بقى في بصلايه كده مع قطايه واخليها كده تتشوح، بس مش بسيبها كتير عشان ما تكشش يعني معايا. وبعد كده بنزل عليها بقى بالميه المغليه. هسيبها بقى كده تغلي كده مع نفسها عشان تستوي. وهعمل بقى ايه، هعمل الصلصه بتاعه الفته. بصوا بقى انا بعملها ازاي. بحط زيت وتوم بقى، بس توم كتير. وبعد كده ابدا بقى احمر فيه شويه كده لحد ما ريحته تطلع معايا. وبعد كده انزل عليه كده بمعلقه كزبره كبيره، كزبره ناشفه. وبعد كده بقى احط عليهم حوالي ربع كوبايه، ربع فنجان يعني خل. واقلبهم كده مع بعض شويه. وبعد كده انزل بقى على الكلام ده كله بقى، انزل عليه بالصلصه. كنت مفرزه معاكم صلصه كده في الفريزر، بصراحه بتنفعني جدا في وقت زي كده وفي وقت الزنقات، حلوه جدا. تمام. واسيبها بقى، هحطها كده على عين برضه تتسبك كده مع نفسها، مش هتاخد وقت لان هي اصلا متسبكه، مجرد بس ان هي هتفك معايا بس من التلج بتاعها. وبعد كده بقى هعمل الرز بتاعي. طبعا الرز بتاع الفته لازم يكون بالسمنه، ما ينفعش بزيت خالص عشان يبقى طعمه حلو كده مع الفته. وحطيت بقى الرز بتاعي شوحته كده شويه مع السمنه. وبعدين نزلت عليهم بقى بالميه المغليه. انتوا عارفين انا بحب احط على الرز ميه مغليه، بيستوي معايا اسرع وبيبقى مفلفل كده معايا وحلو. هبدا بقى حطيت بقى العيش الاول في الصينيه. شوحت كده، حمصت العيش كده بشويه، بمعلقه توم كده مفروم وبمعلقه سمنه. وبعد كده نزلت عليه بالرز، وبعد كده كمان باللحمه بتاعتي. وكمان كنت عامله ملوخيه كده جنبه، وكانت والله طعمها كده زي العسل. انت مطعم من الاكلات العشق بتاعتي، اللي هي الفته، وكانت طعمها حلو قوي. الاكله بقى اللي بعد كده عملت ايه، ماما كانت بعتلي بقى بيتزا. فكانت بقى بعتلي صينيه البيتزا ديت. كانت طعمها حلو قوي برضو، من الاكلات الصيفيه السريعه جدا اللي انت ممكن تعمليها وسريعه جدا يعني، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. اخر بقى اكله معايا عملت بقى ايه، عملت سجق وعملت جنبه كده مكرونه سباكيتي. طبعا من الاكلات برضو اللي هي السريعه، واللي هي برضو في الصيف كده، الصيف يعني بيحب الاكلات السريعه اللي زي كده. وعملت كده جنبه مكرونه سباكيتي. وبرضو اكله ايه من ضمن الاكلات بتاعت الاسبوع. اخر اكله بقى معايا عملت ايه، عملت بقى صينيه بطاطس بالفراخ. طبعا دي اكله يعني اساسي عندي، يعني تقريبا بعملها كل اسبوع او كل اسبوعين لازم اعملها. عشان هنا يعني في البيت هنا بيحبوها وكده. وعملت جنبها بقى رز بالشعريه، وكمان على شوربتها بعمل لسان عصفور. لو تلاحظ انا معظم المنيو بتاعي في الاكله ديت، لان الاكله دي يعني محببه هنا قوي. بس ده بقى كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ان شاء الله استنوا فيديو جديد. مع